يا هلا وسهلا بكم من جديد. أكيد نجدد التحايا من إيمان بحيدرة محدثتكم، ومن زميلي محمد الحماضي أجمل التحايا. مكملين معكم، يمكن باقي لنا خلاص 10 دقايق، لكن في دي 10 دقايق نقدر نقول كلام كثير. ما وحشتكم وصفاتي؟ ما وحشتكم أكلاتي؟ ايش رايكم اليوم أقول لكم على وصفة جميلة ولذيذة، ولكن كل اللي حابب يشارك معانا أيضا نقول له كلمنا على 011-40-5-3، ونقول يا هلا يا هلا مين معانا؟ يا هلا ومرحبا. دكتورة مين؟ دكتورة رباب. هلا يا دكتورة رباب، كيف حالك؟ حياك الله، يا مرحبا. من فين تكلمينا يا دكتورتي؟ من الرياض. أنت دكتورة أكاديمية ولا دكتورة اللقافة بدأت عندك؟ دكتورة أكاديمية. دكتورة طبيبة أكاديمية. لا مو طبيبة، أكاديمية. صحة نفسية. صحيح. نعم. طيب اليوم بنتكلم عن وصف وكلمة ومعنى لكلمة وطن. لو سألناك دكتورة رباب، ماذا يعني لك الوطن، أو كيف تصفي هذا الوطن؟ أولا أشكركم، وأنا سعيدة جدا بمشاركتي معكم. يسعدنا وجودك معنا. ويسعد مساكم. يسعد مساك يا دكتورة. إن الوطن يعني لا يعبر عنه بكلمات، لأن الوطن روح، هو شعور نعيشه ونحسه. نعم. ولكن بما أني كاتبة ومؤلفة لعدة كتب ومؤلفات ومقالات، نعم، وخواطر، فأعتدت يعني أن أستقبل أو يكون لي الوطن جزء من مقالاتي أو جميع المناسبات الوطنية. طيب نحب نسمع. لذلك أنا أقول كلمات تخرج هي يعني هكذا من الروح. يا سلام. أقول وطني أنت موطني واستئطاني، وطني أنت منبتي وغذاء روحي، فعندما تحلق بي طائرة خارجة من حدودك يا وطني، ينفصل عني غذاء روحي حتى تهبط بي عودة لأرضي. عندها أيقنت بأن النبات لا يعيش بدون منبته، والشجر لا يدوم بدون جذوره. أحبك يا وطني، أحبك يا وطني، وأقسم بأن ثراك لا يعادله وطن. كلمات بنت الوطن رباب الشامي. شكرا دكتورة رباب، أسعدتينا. شكرا لمشاعرك الحلوة، والله يحفظ هذا الوطن. شكرا آمين. جزيلا. آمين. جزاكم الله خير، يعطيكم العافية على ما قدمتموه لهذا الوطن. يستحق. وشكرا لكم أيضا لإتاحة هذه الفرصة لي. حقيقة أكيد. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.